أهلا وسهلا ومرحبا بكم وبكنا في حلقة جديدة من قناة تحريات بوليسية. على بركة الله نبداو الحلقة ديالنا ديال اليوم. في العام 2006 في مدينة الرباط، واحد الحي ديال واحد تجزئة سكنية إقامات عاد كيتبناو. واحد السيد هو الطاشرون ديال البناية غادي يعلموه البناية على واحد الكارثة واقعة تمايا. أما هي البناية سيدي جاو الصباح كيف المعتاد، جاو لحتى يكتشفو صدفة في إحدى العمارات في الدخلة ديالها، وكيف ما قلنا هاد العمارات عاد كيتبناو، يعني ما فيهم حتى شي حاجة وما فيهم حتى شي واحد، معليناش. هنا البناية جاو باش يخدمو حتى كيلقاو واحد الجثة ديال واحد السيد، واحد السيد مقتول وغارقوز الدم ديالو. هنا دخلو بطبيعة الحال البناية، أول حاجة داروها هي علمو الطاشرون ديالو. طاشرون بلا ما يشوف بلا ما يجي بلا والو، علم البوليس ديريكتومون وعطاهم العنوان. البوليس انتقلو لهاي المكان، مشاو من بعد مع النيابة العامة، مشاو تمايا فعلا نيت كيلقاو جثة ديال واحد الراجل في بداية الأربعينات ديالو، مزيان. هنا سولو صندقو هادوك البناية، قالو اسيدي حنايا كنخدمو في هاد العمارات، جايين كيف العادة. دخلنا مع المدخل تاع العمارة حتى كيبان لينا هاد الشخص هدا ملقى على الأرض وغارقوس الدم ديالو. علمنا الطاشرون راه هو ليعلمكم هادشي لكاين، ما كتعرفوه، ما عمركم شفتوه، ما عمركم تعاملتو معاه، ما عمرو جا هنايا المشروع شي حاجة بحال هكدا. لا سيدي لا، هاد الشخص هدا ما عمرنا شفناه بتاتا، حتى شي واحد ما قال انا شايفو اولا سبق ليا او شي حاجة والو، يعني ما كتربطو حتى شي علاقة بالمشروع او شي حاجة. طاشرون حتى هويا قال نفس الهضرة، مزيان. هنا بطبيعة الحال انتقلت فرقة مسرح الجريمة الشرطة القضائية وبداو المعاينات الأولية ديالهم. من خلال الهندام يعني اللبس تاع هاد الشخص هذا كيبان بأنه ميسور الحال، ماشي شي واحد اللي هو ما عندوش شي حاجة. من خلال الهندام ديالو الطريقة ديالو يعني الشكل ديالو يوحي بأنه السيد شوية لاباس ليه، ميسور الحال، مزيان. هنا لقاو بأنه مطعون عدة طعنات في أنحاء الجسم ديالو، في الخصر ديالو، الصدر ديالو، البطن ديالو، يعني طعنات قاتلة، مزيان. هنا كيقلبو الملابس ديالو كيلقاو يعني بسطام، واحد البسطام شنو فيه؟ فيه لاكارت ناسيونال ديالو، فيه لاكارت كيش ديال لابونك، وفيه البيرمي، وفيه شي أوراق شخصية، ولكن مفيش فلوس. هنا رجحو البوليس أنها تكون جريمة بدافع السرقة، مزيان. هنا هزوه داو لمستودع البلدي الأموات. أحسن حاجة عند البوليس هي أنهم عندهم الهوية ديال هاد الشخص هذا، مزيان. ملي مشاو غادي يمشيو للعنوان ديالو كيف ما هو مدون في البطاقة الوطنية. فعلا نيت كيمشيو كيدقو كتخرج واحد السيدة تبين بعد أنها الزوجة ديال الضحية. سولوها فلان واش كتكون هنا؟ قالت لهم يعني الراجل اللي الاسم ديالو مراد، وهذا اسم يعني مستعار بطبيعة الحال. ومراد واش كيسكن هنايا؟ قالت لهم اسيدي هذاك راجل، مالو كيما كينبس. قالوا ليها شحال هو غايب على الدار؟ قالت لهم اسيدي راه من البارح ما جاش، من البارح ما جاش. قالوا لها انتي ما تشوشتي ما والو، ما سولتي فيه، ما عيطتي لوالديه، ما درتي شي حاجه؟ قالت لهم لا، راه هو موالف عليه انه كيدير الطريقه، بعض المرات كيغيب نهار يومين. كنت كنعيط ليه في الاول، ولكن من بعد ولا كيجي غير راسو يقول لي بلا ما تشوشي بلا والو انا كنكون مع صحابي اولا مسافر على شي خدمة على شي مدينة أخرى بعيدة ولا شي حاجة، صافي مبقاش كنتشوش عليه. هادشي لي كاين. هنا سولوها شحال انتي مزوجة بيه، يعني علاقتكم كي دايرة، واش عندكم شي وليدات، يعني بزاف د الحوايج. هنا بان بأن هاد المرا هادي ما عندها حتى شي مشكل مع راجلها. قالت لهم سيدي علاقتي عادية معاه كأي جوج مزوجين، يعني بعض المرات مشاكل، بعض المرات مصالحين، مرة عادي، يعني ماشي شي حاجة اللي هي غريبة أولا كدعو الشك أولا الريبة. وما والو هاد المراد هدا، يعني مازال ما ولد مع هاد السيدة حتى شي واحد، مزيان. هنا غادي يبلغوها بالخبر الأليم، وهو أنه تلقى
راجلها مقتول في إحدى العمارات اللي راهي كتبنى. صافي المرا طاحت مسكينة تمايا، هزوها يعني سعفوها، مشاو علمو الوالدين ديولو. بطبيعة الحال حتى هومايا بقاو مصدومين مكلومين مفهمو حتى شي حاجة، كيفاش هاد الشخص هذا يعني هاد مراد هذا يوقع ليه هاد الواقع، شي واحد يقتلو بهاد الطريقة هادي. خاصة وأنني إلا عرفنا هاد مراد هذا راه إنسان مسامح مسالم، لا عمرها دار كلشي كيشكرو، حتى شي واحد يولي فيه خيبة، إنسان مزيان كيهدر زوين إنسان لبق، وعلاش غادي يقتلوه؟ البوليس كيفما قلنا في الأول رجحو فرضية تاع السارق لأن الفلوس ملقيناهاش في البسطام ديالو وما عندو حتى شي ريال بتاتا. صافي هاذيك غادي يبداو التحقيقات ديالهم. بطبيعة الحال هزو المرا وهزو الوالدين وواحد خوه مشاو تعرفو على الجثة ديالو في المستودع البلدي أموات. نعرفو هاد مراد اشنو كيدير، كيفاش تزوج بهاد السيدة هادي. السيدنا الكرام هاد مراد هذا ولد واحد العائلة ميسورة، وبوه تاجر ذهب ونقرة وحلي وما إلى ذلك، عندو المحلات تاع داكشي، راجل لاباس عليه مزيان. أنا هو ورث الحرفة من بوه، وبوه في الأول دخلو المدرسة ولكن ملي وصل للمستوى ديال الثانوي بحال مهكاك مبغاش يكمل قرايتو، قالي الوالد أنا ما عندي لا راس ديال القراية ولا شي حاجة، صافي نخرج نخدم معاك. صافي بوه مزيرش عليه خرجو ودخلو الحرفة ديالو، علمو بقا معاه في المحل حتى تعلم مزيان وعرف الكبيرة والصغيرة. موراها دار ليه واحد المحل خاص بيه وجهزو ليه بالذهب والنقرة وما إلى ذلك، وتعرف على التجار ولا يجيب السلعة ولا يبيع ويشري. دار الدار، فكر أنه يتزوج. هنا الزواج ديالو كان تقليدي، يعني مو هي اللي شافت ليه واحد البنت، وهاد البنت كتجيه من العائلة بنت خالتو، يعني هاد السيدة مراتو كتجيه بنت خالتو، هادشي اللي كاين. تزوجو وياه وساكنين في هاد الدار هادي وباقي مرزقة باش الله بشي وليدات، هادشي اللي كاين، يعني حياة طبيعية. في الأول مشاو سولو الوالدين واش هاد ولدكم مراد الله يرحمه واش كان عندو شي عداوات، عندو شي مهم شي حاجة، يعني شي حاجة عارفينها مراتو ما تكونش عارفاها. قالو ليه أولا قالو ليهم قالو للبوليس الوالدين ولدنا الله يعمرها دار إنسان مزيان من صغرو، كان إنسان عادي مارس الخدمة ديال بواه كمل فيها، قراية ما كملش فيها، الطفولة دازتو عادية، الأصدقاء ديالو قلالين، ما عندو عداوات، ما عمرو تخاصم، ما عمرو جبد شي صداع، ما عمرو شي واحد دعاه، يعني إنسان عادي عادي بالعكس هو كيسمح بحقو قاع بزاف. هادي هي الهضرة اللي قالو الوالدين. جاو عند الزوجة، الزوجة حتى هي كدارت كومثال قالتلهم أنا من نهار تزوجت بيه وأنا أصلا السيد راه ولد خالتي كنعرفو، وملي تزوجت بيه السيد ما شفت منو حتى شي حاجة خايبة، صراحة الشهادة لله راجل مزيان كيتعامل معايا زوين، يمشي لدارنا يجيبني مهلي فيا مخاصني حتى شي حاجة. ها هو كيف ما قلت لكم هو بحكم الخدمة ديالو مرة كيسافر، مرة كيبقى مع صحابو معطل، أنا مكنسولش فيه، هو قالي بلا ما تشوشي بلا والو راه أنا ملي غادي نسالي نجي للدار. عمرك حصلت عليه شي خيانة ولا كيهضر مع شي وحدة ولا شي حاجة؟ لا بتاتا ما عمرني حتى شكيت، السيد والو ما كيدير حتى شي حاجة من داكشي، أنا كانت شي حاجة وشكيت فيه. هنا حطو فرضية ديال أنه بما أنه تاجر ديال الذهب يعني كيبيع ويشري في الذهب والنقرة وما إلى ذلك، يقدر يكون عندو شي عداوة مع شي تاجر بحالو شي ود شي صفقة ولا شي حاجة. قلبو موراهم كاملين دوك صحابو والمعارف ديالو التجار، مع من كيتعامل مع من كيمشي مع من كيجي، والو بخلاصة شديدة ملقاو حتى شي حاجة. بقا عندهم حاجة وحدة وهي رقم الهاتف ديالو، والإشارة نسيت ما قلت لكم بأنه التليفون متلقاش مع الضحية، والضحية ديالنا مراد كان عندو الهاتف ديالو، يعني متلقاش في مسرح الجريمة، يعني القاتل هزو معاه. صيفطو النمرة ديالو لي خداوها من مراتو، صيفطوها للشركة ديال الهاتف وقالو ليها غتعطيونا دوك الأسبوع أولا آخر الأسبوع مع من هدر مع من تكلم اتصالات الواردة الصادرة بحال ماكا. في انتظار الغرفة ديال الهاتف نشوفو الطبيب الشرعي اللي غادي يقول واحد الأخبار اللي هي صادمة بصراحة، غتبدل مجريات التحقيقات كاملة.
اشنو قالوا؟ او لا، اشنو قال الطبيب الشرعي عفوا؟ الطبيب الشرعي قال لهم بان السيد هذا ليلة وقوع الجريمة هذاك النهار، يعني في الصباح فاش لقاو الجثة، ليلة امس تقتل مع جويل 11 تاع الليل بحال ما هكاك، 11 تاع الليل بحال ما هكاك، ما كان لا شارب لا والو، يعني الجسم ديالو خالي من هادشي هذا. تعرض 3 ديال الطعنات وكانوا كاملين قاتلين. مزيان. ولكن الحاجة الصادمة اللي غادي يقول لهم الطبيب الشرعي وهي أنه لقى في الجسم ديالو واحد لادان. تكونوا فهمتوني بلاش ما نوضح أكثر لربما. المهم لقى في الجسم ديالو واحد لادان. هادشي كيبين بأنه إنسان ما كانش سوي، وإنما كان كيدير شي أفعال ماشي هاديك. هاد الأخبار هاد بطبيعة الحال ما قالوهاش لمراتو لوالديه، لأنهم أصلا هما مصدومين بأنهم تقتل بهاديك الطريقة، ودابا عاد غادي يزيدو يصدمو بهادشي هذا. لا، على الأقل ماشي دابا. ولكن بداو كيبحثو هنا. ولكن للأسف الشديد ملقاو حتى شي حاجة. ربما الضحية ديالنا كان متستر على هادشي هذا بزاف، واحد الدرجة كبيرة، لدرجة أنه حتى شي واحد ما عارف عليه شي حاجة بتاتا والو. كلشي كيعتبرو إنسان عادي طبيعي، يعني في مثال. صافي هاذيك وصلات الغرفة ديال الهاتف، هاديك القائمة تاع الناس اللي اتصلو بيه واتصل بيهم، دارو ليهم واحد الجرد، حيدو النوامر ديال الوالدين ديال مراتو ديال الناس التجار معاه، ديال شي كليان كذا، هادو حيدوهم كاملين وحقو معاهم كاملين. بقاو واحد العشرة الناس. هاد العشرة الناس جابوهم، هادو كانوا هما المشتبه فيهم، خاصة واحد الرقم. هذا الرقم هذا متصل به نهار وقوع الجريمة، متصل به مع تسعود ديال الليل. هاد مراد هو اللي اتصل بهذاك خونا، وهذه كانت آخر مكالمة جراها الضحية قبل ما يتوفى. مزيان. هنا هاد العشرة كيف ما قلنا تقريبا 9 منهم جابهم كاملين كانوا عاديين، صداقات عادية، حدا هنا حدا هنا. لاحظت تقريبا هاد 9 الناس كانوا كاملين صداقات، كليان، هضروا معاهم كاملين البوليس لحظة وقوع الجريمة، فين كنتي فين مشيتي كذا كذا. جابوا ليهم حجة غياب قوية، يعني ما عندنا ما نديرو بيهم. بقى هذاك الرقم، واحد الرقم كيف ما قلنا هو آخر واحد اتصل به الضحية. مشاو كيبحثو من وراه، زوداتهم الشركة ديال الهاتف يعني شكون مولاه طلع الاسم ديالو اسماعيل. هاد اسماعيل هذا شاب تقريبا في الثلاثينات من العمر ديالو، كيسكن غير تما في مدينة الرباط، فواحد الحي شعبي. مزيان. هنا مشاو كيبحثو من وراه، مشاو للدار، الدار ديالهم. هنا كيتفاجئوا بأن اسماعيل مكينش، وإنما الوالدين والعائلة ديالو قالوا للبوليس بأن اسماعيل غادر. فين؟ لوجهة مجهولة، ما عرفوش فين مشى وإمتى مشى بالضبط. نهار فلان فلاني. هاد النهار هذا هو النهار اللي اكتشفات فيه الجريمة، يعني بحال قلتي 11 الليل تقتل الضحية. اليوم موالي السيد غبر، هز حوايجو ومشى. فين مشى؟ الله أعلم. هادشي كيدخل الشك والريبة، خاصة وأنهم ملي قلبوا على اسماعيل لقاوه ديجا مشدود على واحد جريمة كان دارها، الاعتداء على واحد الطفل صغير، وتحكم ب5 سنين ديال الحبس وخرج. هادشي عندو معنى واحد، أنه كاينة واحد العلاقة سببية ما بين اسماعيل وما بين الضحية، يعني السيد عندو سوابق في هادشي هذا. مزيان. المهم بقاو كيقلبوا عليه ما لقاوش، ولكن لقاو الاثر ديالو. كيفاش لقاو؟ كان كيعمر في واحد البلاصه. هاد البلاصه كانوا كيرتادوها دوك بنات الليل، يعني الناس اللي كيديروا شي افعال مشبوهه، يعني رجال نيت. المهم واحد المكان اللي هو مشبوه بوبوء. وكان هاد اسماعيل هذا قوي البنية وكان مسيطر عليهم تمايا. كان تقريبا أي واحد مشى أو أي وحدة مشات كياخد العمولة ديالو، صافي خاصو ياخد العمولة ديالو. وكانو شي مراهقين تمايا كان كيعتادي عليهم، ياخد منهم فلوس، يديهم معاه. المهم
وهو كان مسيطر تمايا وحتى شي واحد مكيحملو لأنه كان كيتكرفس عليهم، يعني يدير فيها هو الصحيح فيهم تمايا. معليناش، لقاو هاد المعلومات وزادو تأكدو البوليس بأنه غادي يكون 100% هذا هو مول الفعلة، خاصة وأنه كيف ما قلنا الضحية كيفاش لقيناه. هي هاديك كتفو الأبحاث ديالهم ودارو عليه واحد المذكرة تاع بحث عمو على الصعيد الوطني. من ورا واحد تقريبا شي شهرين بحال هكاك غتجي البوليس الشرطة القضائية شادة الملف واحد الإخبارية من البوليس ديال مدينة مراكش، كيقولو ليهم بأنه هاد خونا هذا اللي كتقلبو عليه الاسم ديالو إسماعيل راه لقيناه في مدينة مراكش، لقاوه كيدور تمايا. وفين كيدور أولا فين لقاوه البوليس؟ كيدور في الأماكن المشبوهة راكم عارفين تما بلا ما نوضح أكثر. لقاوه تمايا دارولي لاكارت عطاهم لاكارت، يعني ملي دارولي بوانتاج لقاوه مبحوث عليه فعل جريمة تاع القتل. صافي سلموه الشرطة القضائية ديال مدينة الرباط اللي دابا غتبدا تحقق معاه. هنا أول سؤال سولوه هو واش كتعرف الضحية مراد؟ في الأول أنكر، يعني جمع أطواق قال لهم مكنعرفوش، مكنعرف حتى شي واحد بالاسم هذا، وروه الصورة ديالو قال لهم أنا مكنعرفوش، متعرفوش مزيان. وروه يعني لابيل ديالو، يعني الضحية اتصل بهاد اسماعيل هذا، اتصل به قال لهم ما عرفتش، نقدر نكون عرفتو في إطار شي علاقة وكذا وكذا، لأنه هو اعترف لهم بأنه كان كيمشي وكان يدير علاقات بمقابل مادي. قال لهم ربما اتصل بيا كنت كنعرفو، مهم الله أعلم. مهم هادشي اللي كاين. والجانب الآخر المظلم ديال حياتو راه اعترف به وبأنه كان مسيطر في هذاك الحي أو في هذيك المنطقة وكان كيمشي مع شحال من واحد، يعني هادشي هذا كامل اعترف به. ولكن المعرفة ديالو بالضحية مبغاش يعترف بها، ولكن ملي يواجهوه بالنمرة ديالو متصل به وكاين اتصالات عديدة ما بيناتهم قال لهم لا ربما كنت مشيت معاه شي مرة. هادشي اللي كاين. زاد في الإنكار ديالو وقال لهم بأنه لحظة وقوع الجريمة بيسولو البوليس فين كنتي؟ قال لهم ديك الساعة كنت مع شي وحدين، خارج مع شي واحد ولا شي حاجة. مزيان. وحنا لقينا لابيل ديال الضحية معيط ليه مع التسود. هنا ملي واجهوه يلا قول لينا الاشخاص اللي كنت كتمشي معاهم هذيك الليله معاهم مشيتي جيبهم لينا. قال لهم لا سمحوا ليا وهذيك سريه وانا الكليان ديالي ما نقدرش نفسخ عليه. لا انت طبيب قال لي تقول لينا معاهم مشيتي. ما نقدرش نفصح عليهم مازال ما كيقولوش لي سمياتهم، ما كنمشي معاهم وصافي. يعني بدا كيدخل وخرج في الهضره وما جاب ليهم حتى شي حاجه مفيده. صافي هي هذيك. بغاو يجيبو عليه الدليل المنطقي القوي بزاف وما شكو فيه دابا راه 100% هو، ولكن خاصنا الدليل. خداو ليه واحد لا دي ان ديالو وقارنوه بلا دي ان اللي لقى في الجسم ديال الضحية وصيفطوهم الخبرة. من بعد واحد أسبوعين بحال هكاك خرجات النتيجة طلعت مطابقة وهو مول الفعلة. وبالتالي مبقى حتى شي حاجة الشك أو الريبة، هو السيد هو مول الفعلة هو اللي قاتل هذاك مراد. صافي هنايا قرر انه يعترف، بقى كيدور في عينيه هو يعترف. اشنو قال لهم هاد الاعترافات؟ قال لهم هاد اسماعيل هذا قال لهم ملي كانت عندو تقريبا واحد 10 سنوات بحال هكاك تعرض للاعتداء من طرف العم ديالو اللي كان مقيم معاهم في نفس المنزل وكان كيتالي ليه بتكرار. مقدرش يقول العائلة ديالو. ملي كبر شوية ولا كيقاومو، ولكن فات الفوت ولا حتى هوايا كيدير هداكشي للأطفال والدراري وكذا وكذا. حتى وصل تقريبا 18 عام بحال هكاك. كان خدام معرفتش في ورشة شي تخربيقة بحال هكا. ولكن بقى فيه هاد القضية هادي مرة كيديرها. هي هاديك هي هاديك المهم مشات ليام وجات أخرى وخرج من الحبس من مورا ما اعتدل هداك الطفل 5 سنوات ومشى لهداك البلاصة ولا مسيطر فيها على البنات وعلى الولاد تمايا وكذا وكذا كيدير الأفعال المشبوهة ديالو. غيتعرف على هاد ولده هاد مراد هذا الضحية ديالنا. تعرف ليه وقال لهم هاد مراد عزيز عليه السرية حتى شي واحد ما عارفو اشنو كيدير. كنت كنمشي معاه
بعض المرات ابارتمون مفروشة، بعض المرات لهاديك العمارة نيت الخالية، الغابة، كل مرة وفين. قاليهم هداك النهار عيط ليا مع جويه سعود بحال ماكاك، عيط ليا وقاليا نتلاقاو فشي بلاصة. صافي تلاقيت انا وياه ومشينا للعمارة. هاديك العمارة كانت يلاه كتبنى وكانت الدنيا خاوية ومكاين حتى شي واحد، كنا كنمشيو ليها مرة. المهم ملي مشينا حنا خارجين قلتلو عطيني خلصني، خاصة وأنه قالي بأنه راه معندوش. هو كان شحال هادي مبقا كيعطيني الفلوس لا والو، كيقولي تا وكان نجمع ونعطيك. يعني راكمت واحد المبلغ ديال تقريبا واحد 1000 درهم بحال هكا كنسالو. المهم خارجين بحال ماكا قالي معنديش، مرة خرى ونعطيك، دابا راه ميهز معايا والو. قلتلو عطيني فلوسي، هادشي راه ما خدام، مخاصكش دير معايا بحال هكا. قالي لا غير صبر وكذا وكذا وكذا، بدا يخربق عليا. قلتلو عرفت شنو ندير، عطيني ديك المكانة ديال النقرة اللي داير في يدك. ما هو كان داير واحد المكانة ديال النقرة كانت ساوية. انا بدا كيضحك كيستهزئ بيا وقالي انت كامل مساويش هاد المكانة ديال النقرة، صافي مرة اخرى ونعطيك. وبدا كيستفز فيا ويقول شي هضرة مشتلهي وكذا. صافي انا جبت الموس غير خلعتو، وهاد الموس هذا كان كيهزو معاه ديما. قالي بلي كنت كنمشي مع شي وحدين وما كيبغيوش يعطوني فلوس وكذا، كنضطر انني نجبد السلاح الابيض ونهددهم. ما عليناش، جبد السكين ديالو جبدو وقال لي دابا غتعطيني فلوسي والا غندير فيك شي حاجه. المهم حاول انه يتفلت منه الضحيه وزاد ضحك عليا، قال لي زاد كيستافز فيا، كيقول بانه هذا ما يقدرش يضرب وكذا وكذا وكذا. صافي انا ما شعرتش براسي، طعنت طف طف طف، صافي شطح. من ورا ما طاح جبت البسطام لقيت فيه 1500 درهم، حيدتها، حيدت لي المكانة تاع النقرة وحيدت لي التليفون وخليت لي داكشي الاخر ولفت بالفرار. الصباح بكري غادرت، ركبت في الكار ومشيت لمراكش. قالوا لي التليفون والمكانة ديال النقرة فين درتيهم؟ قال لهم بعتهم، باعهم بنص الثمن. يعني ديك المكانة ساوية بزاف باعها تقريبا بشي حاجة قليلة، التليفون حتى هو بطبيعة الحال. صافي قال لهم بلي حتى شديت في مدينة مراكش. هادشي اللي كاين. قدم العدالة هاد السيد هذا بتهمة القتل العمد مع سبق إصرار والترصد، وحكموا عليه بالسجن المؤبد.